ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله كده هعمل لكم بيتزا بطريقه حلوه جدا جدا. ولا هتعجني ولا هتعجني ولا تفردي ولا الكلام ده كله. شايفين؟ قولوا شايفين. بصوا، حاجه كده في منتهى الجمال وحلوه جدا 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 وهتعجبكم. ومن غير بقى ما نعجن ولا نجيب دقيق ولا نبهدل الدنيا. بصوا بقى معايا كده لفة جلاش. انا بصراحة هعمل حوالي كده ايه فطيرتين او 3 بس كده ليا انا لوحدي يعني. ده بقى ايه جوع اخر الليل. عايزه اقول لكم انا عاملاها الساعه 3 الفجر، بجد الساعه 3 الفجر كنت جعانه وقلت يلا بقى ما اقوم اعملها. بصوا بقى انا معايا هنا ايه، معايا قطعتين كده من لفه الجلاش. ومعايا بقى يعني معايا حبه البركه، معايا زيت، حبه تحطي زبده حطي، حبه تحطي سمن حطي. انا حطيت زيت كده عشان تبقى خفيفه. معايا بقى المقادير ايه، معايا تونة، ومعايا زيتون، ومعايا جبنة رومي، ومعايا جبنة شيدر، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل، ومعايا جبنة موتزاريلا. وبس كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده دهنت كده الفطيرة بتاعتي، دهنتها يعني حبة كده نص معلقة من الزيت. حطيت كده الجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا، وحطيت الجبنة الرومي، وحطيت الزيتون. عايزة اقول لكم حاجة كده في منتهى الجمال بجد بجد بجد. وحطيت بقى ايه طماطم، وحطيت حبة البركة. عايزة اقول لكم بجد مودياها في حتة تانية خالص حبة البركة. بصوا بقى من غير بقى ما نعجن ولا نفرد ولا الكلام ده كله ولا الهري الفاضي دوت. احلى بصراحة من العجن والكلام ده. عايزة اقول لكم ان انا بحب اصلا البيتزات قوي قوي قوي، بس دي الطريقة دي عجبتني جدا جدا. بس قولوا لي تمام كده. دهنت برضو كده الفطيرة او البيتزا بتاعتي كلها زيت. حابة تحطي سمنة حطي، حابة تحطي دقيق حطي دقيق. حابة تحطي سمنة حطي، حابة تحطي زبدة حطي. أنا حطيت إيه معلقتين كده من الزيت عشان تبقى خفيفة. يا على الجمال بجد بجد، حاجة فاخر من الآخر. حطيت بقى هنا، ولعت طبعا على الطاسة وحطيت معلقة كده من الزيت. بصوا بقى أقول لكم على حاجة. أنا هنا حاطة ورقتين بس من الجلاش، تمام. حابة تزودي أكتر ما يكون يعني أكتر من ورقتين براحتك، كل ده في إيدك طبعا انت. لكن أنا بصراحة عملتها كده ورقتين. لو حابة تزودي ورقة تاني زودي اللي يعجبك. بس عايزة أقول لكم كانت طعمها في منتهى الجمال، رقيقة كده وهشة، وطعمها كده طعمها طعم بصراحة. أي بقى إيه، أي مقادير من المكونات ديت اللي أنا حطيتها مش حابة تحطيها براحتك جدا. ممكن تعمليها بلحمة مفرومة تكون معصجة كده، تعملي بيها جامدة جدا. حابة تعمليها مثلا ببانيه حلو قوي، بجبن بس بتونة. عايزة اقول لكم بتونة. انا عملت واحدة طبعا بالتونة وهوريكم طبعا التانية هتبقى بالتونة. انا عملت الاولانية كده مشكل جبن وزيتون وفلفل وطماطم. حابة بقى تشيلي اي حاجة من اللي انا حطاها ولا هتفرق. حابة تحطي جبنة نستون اللي هي المكعبات دي، حلو قوي قوي. اقلب بقى كده. بصوا لو هتعملوا 20 فطيرة او 20 بيتزا من اللي انا بعملها ديت بجد مش هتاخد وقت على النار يعني. هي الفطيرة الواحدة بتاخد دقيقة. بصوا يعني أقل من الدقيقة، 20 30 ثانية، 15 ثانية هنا و15 ثانية على الجنب التاني. جبت بقى ايه الفطيرة التانية كده بتاعتي، برضو حطيت جبنة شيدر وجبنة موزاريلا، وحطيت طماطم، ويحط بقى ايه جبنة رومي وزيتون وفلفل. عايز اقول لكم بصوا هي جامدة بكل تفاصيلها. بس بصراحة نسيت خالص خالص ان احط شطة. تمام. جبت هنا كده عندي تونة كده قطع، بحب انا التونة بصراحة القطع. جيت افركها كده بالمعلقة، مرضيتش، قلت يلا اشتغل بايدي. حطيت كده التونة. وعايزة اقول لكم الحشوة فيها كتير قوي. ليه بقى؟ علشان انا عاملاها بس على قطعتين، يعني ورقتين من الجلاش. بصوا الجمال حاجة كده. حطيت برضو هنا حبة البركة، لو عندك سمسم حطي. أنا عندي بصراحة بس يعني عموما مش بحب السمسم أو بحب حبة البركة أكتر. بصوا بقى الفطيرة معايا بقى بتتنفش كده وبتتنفخ، وحاجة بجد بجد جامدة جدا جدا. اعملوها لولادكم، اعملوها ليكم، هتعجبكم جدا. بصوا بقى وانا هنا كده في اللحظة الحاسمة ديت وانا ب...
وانا بوريكم الفطير اللي انا عملته او البيتزا، فهتلاقوني كلت واحدة وانا واقفة معاكم وانا بتكلم معاكم. خلاص كده لفيت الفطيرة التانية ديت، وبصراحة بقيت المكونات دي وانا مش عارفة اعمل بقى ايه، قمت عاملة كده ايه واحد صاروخ كده ايه جامد برضه. هوريهولكم. بس كده خلاص هدهن برضه الفطيرة. بصوا اهم حاجة انكم تدهنوا البيتزا، تدهنوها زيت اي نوع يعني مادة دهنية علشان بتديها كده طعامة وبتورقها، وبصراحة جامدة جدا. هعمل لكم منها ان شاء الله الفطيرة المسكرة برضو هتعجبكم جدا جدا. لو عايزين تحشوا اي حشوة بتحشوها. بصوا بقى كده خلاص حطيتها بقى تستوي كده مع نفسها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عايزاكم بقى تعملوا لي لايك للفيديو دوت واشتراك، اهم حاجة تعملوا لايك كده وتشتركوا عندي وتكتبوا لي كومنت حلو منكم، وعايزاكم تجربوها هتعجبكم جدا. لو الناس اللي بتحب البيتزا بتحب الفطاير وكده، فهي ما تتعبش نفسك وتكلفي نفسك زيادة عن اللزوم. لا هي لفة جلاش هتعملي، لو مثلا عندك 3 أولاد لفة الجلاش هتكفيكي انت وهما بأي حاجة بقى انت حابة تعمليها بجبن. مش حابة جبن، حابة مثلا بيض وبصل، هعملها لكم بيض وبصل، ببيض وبصل مثلا. اللهم صل على النبي. جبن تونة، عندك مثلا ورك فرخة ما تاكلش اعملي بيه برضو الموضوع ده حلو قوي. عايزة اقول لكم إيه تاني، جمبري، اي حاجة حابين تعملوها اعملوها فيها. مش مكلفة خالص وحلوة بصراحة. لو عندك اي حاجة كده باقية في البيت فهتعملها. بصوا طرية وتاخد وتدي بشكل ودي كده وجوسي وتحفة تحفة. بسويت بقى الفطرة التانية ايه يا ماما، انا على طول بعملها. وكنت عامله برضو بالجلاش ده بيتزا. اول ما فتحت القناه قعدت لكم الصندوق الوصفي بتاعها في اول كومنت، كنت عاملاه. كان عندي لفه جلاش كده، عملت بيتزا بالجلاش المقطع كان تحفه تحفه. انا على طول بعملها، بس اكتريه الوقت بصراحه بعملها اللي هي بتكون المسكره بالمهلبيه بالعسل والحاجات دي وبالبسبوسه، بتبقى في منتهى الجمال يا جماعه بجد بجد يعني. خلاص كده حطيتها بقى ايه تستوي على الجنبين. اهم حاجة كده لما تستوي كده على الجنب الاولاني، اهم حاجة برضو نحط في الطاسة زيت علشان تورق لنا الجلاش بتاعنا. هنا بقى جبت، بصوا شكلها بالله عليكم تحفة، ايه ده بجد تحفة. بصوا شكلها جامد ازاي، بالله عليكم دي مش شكل البيتزا اللي بنجيبها من الشارع، البيتزا الشرقي بجد حاجة كده في منتهى الجمال. بس كده هقطعها بقى كده التقطيعة اللي انا حباها. وتعالوا بقى ايه اغسكوا واكل منها. تعالوا كلوا معايا، هاكلها بقى كده وانا واقفه معاكم. بصي بقول لكم ايه، تحفه تحفه جامده وريحتها تحفه وطريه وجوسي وجامده جدا. بصوا سخنه جدا وانا بحب اكل الاكل سخن، عجبتني 100%. لكن كانت ناقصه بصراحه احط كده معلقه شطه. بصوا طعمها يا بقى لو حطيته فيها، انا لو كان عندي جبنه نستون او جبنه كيري كنت حطيت فيه، لكن انا ما كانش عندي بصراحه. بصوا انا هنا كنت باكل قلت لا استحاله، يعني عايزه اقول لكم ان انا عامله الاتنين ليا. و قلت استحاله اسيبها تبرد، ان انا بحب اكلها سخنه كده عبال ما دي تطلع تكون دي اتاكلت. خلاص وكده ده شكل البيتزا بتاعي اللي انا عملتها النهارده معاكم، وعايزاكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. ما تشلا بقى اطلعي عشان انا زهقت وعايزه اقعد كده وانسجم وانا باكل كده مع كوبايه بيبسي. بصوا كل لما اقول مش هاكل لا هاتي اللي وقعت دي هاتي. هاتي اللي وقعت ديت، اجري ورايا لا. بص اخر حته يلا اقوم حطاها عايزه اقول لكم ان هي سخنه، لو ما كانتش سخنه كنت كلت المربع كده اللي انا قطعته ده على مرتين بس. هننزل بقى هنا احط برضو الصاروخ كده، وهروح بقى اكمل معاكم قبل ما الصاروخ يتعمل. شفتوا عملت واحد ايه صاروخ كده جامد قوي. حطيت بقى فيه كل الباقي المكونات، مش هارميها طبعًا الصراحة، فقُلت لأ أعمل. بصوا بقى دي اللي هي بالتونة حلوة أوي، أوي، أوي. وكمان أنا باحب أعملها بالتونة القطع علشان بتبقى طعمها حلو. لكن أنا الصراحة عجبتني اللي هي بالجبن أكتر، بالتونة تحفة وكلتها ما خليتش فتفوتة، بس عجبتني بالجبن أكتر. عايزة أقول لكم البيتزا بتقول لي ارحميني حرام عليكِ ارحميني. بصوا شكلها لأ بجد وهم أقسم بالله وهم. قطعتها كده بقى. بصوا حبة البركة مديها طعم وشكل تحفة.
يلا بقى هروح بقى إيه هاكل وهكمل باقي الأكل ده وأحبس بكوباية بيبسي وسلام.